كاين ناس بزاف يدخلوا للبيع المباشر وبعد مدة قصيرة تلقاهم تبدلت حياتهم، وكاينين ناس آخرين يبقاو سنوات يخدموا بدون نتائج حقيقية. وشي هو السر وشي هو الفرق بينهم؟ بزاف من الناس يظنوا باللي النجاح في البيع المباشر يحتاج معارف كثيرة، متابعين بزاف ولا حظ قوي. لكن الحقيقة كاين ناس بداو من الصفر، لا خبرة لا دعم ولا حتى ثقة في النفس، واليوم عندهم نتائج كبيرة. الفرق الحقيقي هو العقلية. الناس اللي تنجح في هذا المجال تتعلم كل يوم، تصبر على النتائج، تتقبل الرفض بدون ما تتحطم، وتفهم باللي النجاح يحتاج وقت. لأنه البيع المباشر ماشي مجرد بيع منتج، هو بناء ثقة، تطوير شخصية، وتتعلم كيفاش تتعامل مع الناس. أكبر خطأ يديروه المبتدئين أنهم يحبوا النتائج بسرعة، يبدأ أسبوع ولا شهر وكما يلقاش النتيجة اللي كان يتخيلها، يبدأ يشك في نفسه وفي المشروع وفي قدراته، مع أنه أي نجاح كبير يحتاج وقت واستمرار. حتى الناس الناجحة اليوم كانوا يرفضوهم، يتجاهلوهم، وتمر عليهم أيام صعبة بزاف. إذا راك في البداية وما زال ما شفتش نتائج، هذا ما يعنيش باللي راك فاشل، يمكن غير راك في مرحلة التعلم. كل رسالة، كل تجربة، وكل محاولة راك تتعلم منها وتكبر أكثر. قل لي بصراحة، وش أكثر حاجة تشوفها صعيبة في البيع المباشر؟ الخوف من كلام الناس، الرفض، قلة الثقة، ولا الاستمرارية؟ وتذكر دايما أنه النجاح في البيع المباشر ما يجيش للناس الأسرع، يجي للناس اللي ما تستسلمش.